ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ حاجة كده تحفة جدا، حاجة كده طعمها فظيعة بجد. المسقعة باللحمة المفرومة كده تحفة جدا، ولا هي تقيلة ولا أي حاجة، ولا بجد تعمل تقل كده للواحد ولا أي حاجة من الكلام دوت. بجد طعمها تحفة جدا، بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات إذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقة ولا لأ، وتقدري تحفظيها في الفريزر ما فيهاش أي حاجة، وبتبقى طعمها تحفة جدا أكنك لسه عاملاها. بجد 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 الوصفة هايلة جدا، بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات إذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقة ولا لأ. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا بسرعة كده نشوف ايه هي المكونات مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده أكلة شعبية مصرية بحت، بجد حاجة كده طعمها تحفة جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات كده اذا كانت الوصفه سهله ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي يا حبايبي كده انا خلاص قشرت البتنجان، انا ما بحبش اسيب فيه قشره خالص عشان خاطر انا بنتي الكبيره ممكن تاكل منها، فهي طبعا ما بتحبش الحاجات دي خالص، فانا بحاول ان انا اعملها لهم باي طريقه عشان تاكلها. انما لو فيها قشره هي استحاله تاكل منها خالص، ولازم تكون الخرطه رفيعه كده عشان لما تدخل بقى في السوا والكلام ده ترفع اكتر فما تبانش، فممكن تاكل منها. فاحنا دلوقتي خرطناها كده. طبعا احنا عارفين اهميه البتنجان. حد هيقول لي مثلا آه، لما بنعملها مسقعه ما بتبقاش ليها فايده قوي، تمام اوكي، بس احسن من قله اكلها خالص. فانا دلوقتي قطعتها كده، وهنبدأ بقى نحمرها مع بعض كده، وما بخليهاش تشرب زيت خالص علشان خاطر ما تبقاش دسمة وتقيلة معانا. ومعانا اللحمة المفرومة جهزناها خلاص كده، هنبدأ نعصجها دلوقتي مع بعض كده. تعالوا بينا، يلا بينا على البوتاجاز كده وهنشوف هنعمل ايه. معايا طبعا المقلاية بتاعتي اللي حاطة فيها الزيت. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده انا معايا الزيت بتاعي سخن كده. هنحط بقى فيه البتنجان كده، هننزل عليه بالبتنجان بتاعنا. حد هيقول لي انتي مكتره الزيت، تمام، علشان خاطر انا بصفي الزيت بحطه كله مره واحده، وبصفي الزيت بعد كده من البتنجان، فبستعمله كله في الطبخه كلها مع بعض. فاحنا كده هنبدا بقى ايه، حطينا كده هنبدا ننزل معاهم بقرون الفلفل بتاعتنا. طبعا مش قادره اقول لكم الفلفل ده بيعمل ايه اصلا في الاكله، بيخليها فظيعه. هنسيبهم مع بعض كده ونرجع تاني نشوفهم بعد ما يحمروا. هنبدأ كده مع بعض كده نعصج كده اللحمة بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي هنا يا حبايبي كده خلاص احنا حطينا هنا كده الزيت بتاعنا، هننزل عليه كده بالبصل عشان نعصج اللحمة بتاعتنا. هنفضل كده نشوح فيها شوية صغيرة. هنعمل ايه بقى، نبدل الحلب. هنبدأ كده نقلب البصلة بتاعتنا، مش عايزينها تحمر قوي، عايزينها تاخد لون حلو كده علشان خاطر ننزل بيها باللحمه بتاعتنا عليها. هنفضل نشوح كده فيها شويه صغيره ونرجع تاني مع بعض نشوفها. ودلوقتي يا حبايبي كده معانا البصله احمرت شويه صغيره، هننزل عليها بقى كده بالطماطم، وهنتبلها على طول علشان خاطر الصلصه بتاعتنا ما تسكرش معانا. هنتبلها على طول، هننزل عليها بشويه فلفل صغيرين وشويه ملح، مش عايزين اكتر من كده، هما بس يا دوبك الحبه دولت علشان خاطر تبقى نحس بطعم كده البتنجان وطعم اللحمه فيها، ما تبقاش التوابل بتاعتنا ضاغيه على الحاجه كده. هنسيبها مع بعض تغلي شويه ونرجع تاني نشوف البتنجان بتاعنا بعد انا طلعته خلاص اهو كده. ما بحمرهوش عن كده علشان خاطر يبقى طري معايا كده في الصلصه. هنسيبه بقى يهدى شويه كده عشان نصفيه من الزيت بتاعه علشان ما يبقاش دسم. هنسيبه شويه ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. احنا هنا كده غطينا على الصلصه بتاعتنا لحد ما تبدا تغلي كده، ونشوف هنزودها ايه تاني علشان تبقى الصلصه بتاعتنا ليها طعم كده مسكر. دلوقتي خلاص احنا طلعنا البتنجان معايا، هنبدا بقى ندوس عليه كده
علشان ما يبقاش شارب من الزيت خالص هنبدأ ندوس عليه كده، لان هو ده الزيت كله اللي هنحتاجه في البتنجان، لان البتنجان طبعا بيشرب من الزيت، فطبيعي كل اللي انا كنت حاطاه بدأ يخلص دلوقتي. هنبدأ نصفيه كده. علشان انا مش عايزه ازود اي زيت تاني خلاص في الاكله. خليكم معايا بقى للاخر عشان نشوف بقت وصفتنا ازاي. بكده بتبقى الاكله مش تقيله، بتبقى خفيفه خالص، ما بقاش حاسه بتقلب مسقعه كده زي ما الكل بيقول ان هي بتعمل حموضه والكلام ده، عشان هنقلل منها الزيت كتير وهنقلل من الثوم، فمش هتعمل حموضه خالص على الصدر كده والواحد بياكل منها. خليكم معايا للاخر، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. خليكم معايا للاخر. وهنا كده بقى هنبدا نحط البتنجان بتاعنا بعد ما صفيناه. بصوا بقى بيبقى طالع بقى ايه حتت صغيره كده، فبتدوب خالص بقى في الصلصه بتاعتنا، وده اللي انا عايزاه علشان خاطر يعني احاول شويه مع بنتي كده ان هي تاكله. هبدا احطه كده في الصينيه واظبط الصينيه بتاعه القالب بتاعي اللي انا هحط فيه الحاجه. طبعا عشان انا بحطه وهو سخن، بفرده في الصينيه كده وهو سخن. هنبدأ بقى نقطع الفلفل بتاعنا علشان ما يبقاش كبير كده في بق الولاد، ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. وهنا معايا كده 3 قرون كده من الثوم، 3 فصوص كده من الثوم. هنبدأ نخرطهم كده خرط بسيطه خالص كده. عايزه تدقيهم تمام مفيش اي مشكله، عايزه تقطعيهم كده برضو مفيش اي مشكله، لان هي بعد كده بتستوي في الحله بتاعتنا كده، بس عشان تدي للحمه بتاعتنا كده طعم حلو كده. وخدي احلى بقى ريحه للثوم بتاعك للصلصه بتاعتك وهي بتغلي كده شويه كده على البوتاجاز، بجد طعمها بتبقى تحفه. هنسيبها شويه كده مع بعض ونرجع نحط فيها اللحمه بتاعتنا. ودلوقتي يا حبايبي كده معايا الصلصه اهي كده بدات تتقل معايا كده، هنزل عليها باللحمه بتاعتي. وطريقه اللحمه دي بقى بجد بتدي طعم تاني في البشاميل وفي المسقعه، ان انت تحطي لها شويه صلصه كده بجد يا دوبك بس انت بتطعمي اللحمه بتاعتك. بعد كده هي بقى بتستوي مع بعضها بجد بتدي طعم تاني خالص. بجد بجد اتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات رايكم فيها ايه. بجد طريقه تعصيجه اللحمه بالطريقه دي اطعم بكتير من ان انا بحطها على البصل على طول كده. هفضل اقلب كده فيها كده شويه على ما كل كده الحاجات بتاعتها تتجانس كده مع بعضها، ونوطي عليها بقى هي بقى تبدأ تستوي كده مع بعضها. اتمنى تجربوها، واتمنى ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. في الخطوه بتاعت اللحمه كده اللي يحب يحط لها بصل بودر وتوم بودر والكلام ده تمام مفيش مشكله خالص، بس انا بحب احط لها توابل بسيطه عشان احس بطعم الملح بجد، بطعم اللحمه قصدي، بطعم اللحمه كده في الاكل، علشان بتبقى طعمها اطعم بكتير من غير بقى ما احط توابل كتير والكلام ده كله. طبعا احنا شايفين كده هي اللحمه بدات تنزل كل الميه اللي فيها والسوائل اللي فيها، هي بقى خلاص بتوطي عليها كده وتسوي نفسها بنفسها كده خلاص. ممكن تحط لها قرفه وجنزبيل لان طبعا دي لحمه، فممكن تحط لها قرفه وجنزبيل لو تحبي، انما انا مش بحب بصراحه احط معاها اي حاجه تانية، بحب بس على خلاص كده على الملح والفلفل وبس كده. هنوطي عليها، وطبعا بما ان احنا حاطينها على العين الصغيره فما فيش مشكله خالص ان احنا نسيبها بقى هي تستوي مع نفسها. فهنخليها كده لحد ما نحمر البتنجان بتاعنا كله ونرجع تاني نشوف هنرص الصينيه بتاعتنا ازاي. ودلوقتي كده يا حبايبي خلاص كده اللحمه معايا خلاص بدات كده تستوي.
فاحنا خلاص كده بنقلبها كده تقلبتين حلوين كده، وهننزل بيهم بقى على القالب بتاعنا بتاع البتنجان. بجد والله اكله حلوه جدا، احسن بقى من كل يوم بقى كده رز وملوخيه وخضار. تغيير بقى كده حاجه بسيطه. وهنا كده يا حبايبي خلاص بقى هنبدأ بقى نرص الرصة بتاعتنا الأخيرة بقى كده. بجد الأكلة دي حلوة جدا بجد وخفيفة والله ما بتبقاش تقيلة بقى زي ما الناس ما بتقول كده، لا خفيفة. دلوقتي يا حبايبي كده خلاص احنا رصينا البتنجان بتاعنا كده في القالب بتاعنا على اللحمة المفرومة، ودلوقتي هنبدأ بقى نعمل الصلصة معانا. انا هنا حطيت شوية زيت وبحمر فيهم كده فصين توم كده، مش مكترة التوم قوي علشان خاطر مش عايزة الأكلة تبقى دسمة وتقيلة معايا. بصوا معايا كده انا مش حاطة زيت كتير خالص ولا حاطة توم كتير، انا حاطة حاجة بسيطة خالص على اساس ان انا احمرهم وانزل عليهم بقى بالصلصة بتاعة المسقعة بتاعتنا. بجد كده حاجة كده هتبقى وهم. هنسيبها شوية كده تتحمر وتاخد وتدي مع بعض كده الزيت مع التومة بتاعتنا، ونرجع تاني بعد ما تبدأ تتحمر معانا. اهم حاجة خليكم معايا، يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. بصوا كده معايا شكل المسقعة قمر، بجد شكلها قمر كده وهي في الصينية بجد. طبعا دي من احب الاكلات الخفيفة الاكلات الخفيفة اللي احنا كلنا بنحبها. طبعا يعني لو في حد ما بيحبهاش اكيد هي الاطفال، بس انا بصراحة ولادي بيحبوها ما عدا بنتي الكبيرة طبعا، فهي ما بتحبش تاكل الحاجات دي خالص، بس بنأكلها لها غصب عنها. اهم حاجة بقى ان احنا نعمل الاكلات دي لاولادنا كلنا بطرق كتيرة. في ناس بتعمل مسقعة بالبشاميل، يعني هو انا ما جربتهاش بس يعني مستثقلاها بصراحة قوي. هنعمل حاجة وصفات كتيرة قوي مع بعض. اهم حاجة يا ريت تتابعوا القناة، يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل اشعار جديد من الحاجات اللي احنا بنعملها. يا رب تكون كل المحتويات اللي احنا بنقدمها تكون خفيفة عليكم يا رب العالمين. هنسيب التومه كده تاخد وتدي مع نفسها كده على البوتاجاز شويه، مش قادره اقول لكم الريحه بتاعت التومه كده وهي بتتحمر عامله ازاي. هنسيبها وتاخد وتدي مع نفسها كده شويه ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي كده بعد ما خلاص كده التومه احمرت كده معانا، خلاص كده هي خلاص دخلت في السوا بتاعتها الحمار قوي. انا مش عايزاها تحمر قوي لدرجه ان هي تبقى بتقرقش كده، لا انا عايزاها تبقى يا دوبك بس خدت اللون الذهبي ده. وهنحط عليها دلوقتي خل، وهننزل عليها بالصلصة بتاعتنا. ودلوقتي يا حبايبي كده انا خلاص حطيت كده الصلصة بتاعتي عليها بقى الملح والفلفل، وهقلب كده تاخد غلوة كده مع بعضها كده، وبعدين ننزل على المسقعة بتاعتنا القمراية ديت نحط عليها الصلصة بتاعتنا. هنسيبها تاخد غلوة كده بقى مع بعض ونرجع تاني نشوف هنكمل ازاي. اهم حاجة يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناة. ودلوقتي يا حبايبي كده هي خلاص خدت معايا غلوة كده الصلصة، هنخليها تكمل سواها على البتنجان بتاعنا علشان خاطر ما تبقاش تقيلة ودسمة. هنحطها دلوقتي على البتنجان ونرجع تاني معاكم. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما حطينا كده الصلصة طبعا احنا شايفينها اهي هي ما استوتش، هتكمل سواها بقى على البتنجان واللحمة والحاجات دي كده كلها. هنبدأ بقى ننزل عليها كده بعلبة الزبدية القمراية دي علشان خاطر تشيل الدسامة خالص من عليها.
طبعا علشان انا الصينيه بتاعتي كبيره، فحاطه بقى علبه زبديه كده كبيره كده. طبعا حلاوه بقى المسقعه باللحمه المفرومه دي او المسقعه عموما، ان انتي حتى لو اتبقت عندك تشيليها عادي في الفريزر ولا بيحصل لها اي حاجه. بتبقى جميله جدا اول لما بتطلعيها من الفريزر. طبعا احنا عارفين ان المسقعه دي لما بتقعد بتبقى احلى بكتير، بس لما بتحطيها بقى في الفريزر، انا واحده من الناس اكتشفت ان انا لما احطها في الفريزر عادي هتطلع زي الفل. ما كنتش عارفه كده بصراحه، فلما جربتها لقيتها حلوه قوي لما بتطلع من الفريزر بجد. لا البتنجان بيحصل له اي حاجه ولا الهوا. بصوا كده بقى معايا، بصوا اللون اللي هي خدته ده. هنحطها كده بقى دلوقتي في الفرن بتاعنا، طبعا مسخنينه، وهنحطها في الفرن ونرجع تاني مع بعض نشوفها هتبقى عامله ازاي. يا ريت ما تروحوش في اي حته، يا ريت ما تنسويش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر، هنسوي الصينيه بتاعتنا ونرجع تاني نشوف شكل طبقنا ازاي النهارده. دلوقتي يا حبايبي ده كده شكل الطبق بتاعنا. الصينيه خلاص انا طلعتها خلاص كده من الفرن. ريحتها مش قادره اقول لكم بجد تحفه. انا بحب اطلع فيها شويه صوص كده علشان ما تبقاش ناشفه قوي. فدلوقتي هنقطعها ونحطها في طبق التقديم بتاعنا. اهم حاجه يا ريت ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تقولوا لنا كده اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا، عشان انا عرفت ان في كذا حد بيعملها بكذا طريقه تانية. يا ريت تقولوا لنا كده الطرق بتاعتكم ايه في الكومنتات. يا ريت تفتكرونا كده بكومنت ظريف زيكم. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنحطها في طبق تقديمنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي ده كده شكل طبقنا، يا رب يكون عجبكم. اتمنى تجربوها وتقولي في الكومنتات كده اذا كانت عجبتكم ولا لا. طعمها تحفة، اتمنى تجربوها بنفس الطريقة كده وتقولي لي اذا كانت حلوة ولا لا. ويا ريت لو حد بيقدمها بطريقة تانية يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات كده. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.